السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد حول آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي. وقبل ذلك فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا. ولا كان عندكم شي تساؤل ولا شي استفسار ولا شي ملاحظة خليوها لنا في الكومنتات وشكرا. المنتخب الوطني المغربي كما شافوا المغاربة كاملين، الماتش اللي دار قدام بلجيكا امس كان ماتش كبير وكبير بزاف، واللي غلب فيه المنتخب الوطني المغربي بجوج اهداف لصفر امام بلجيكا، المصنف الثاني عالميا بحسب تصنيف الفيفا. المنتخب الوطني المغربي امس تغلب على منتخب بلجيكا وخطف منه 3 نقاط، ولا في الرصيد ديالو 4 نقاط من وراء الماتش اللي دار قدام كرواتيا تعادل 0-0 والفوز وفاز على منتخب بلجيكا بجوج اهداف لصفر باش يولي عند المنتخب الوطني 4 نقاط. واللي خاص المنتخب الوطني المغربي هو تعادل نقطة واحدة باش يدوز للدور 16. كما شفنا المنتخب الوطني المغربي امس دار مباراة كبيرة اللي على اثرها اللعابة ديال المنتخب الوطني عياو، وقرر وليد الركراكي يعطي اللعابة اليوم راحة حتى العشية. عاد داروا واحد الحصة تدريبية خفيفة بحضور جميع اللاعبين بدون استثناء. كنا خايفين من الاصابات كما شفنا، حكيمي خرج مصاب، مزراوي كان مصاب في الماتش الاول ديال كرواتيا، وياسين بونو حتى هو من وراء النشيد الوطني ديال المغرب خرج حتى هو مصاب. قالوا بلا كان تيحس بشي دوخه، ولكن الحمد لله بعد التاكيدات ديال الطبيب ديال المنتخب الوطني المغربي البارح، قال الطبيب ديال المنتخب الوطني في تصريح تلفزيوني ان بونو الصحه ديالو مزيانه وغادي يكون حاضر في الماتش ديال كندا نهار الخميس ان شاء الله. وتنجدد الذكر ان المنتخب ديال كندا غادي يكون نهار الخميس ان شاء الله مع 4 ديال العشيه. داروا اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي واحد الحصه تدريبيه خفيفه، تتسمى حصه تدريبيه لازاله العياء. تتكون واحد الحصه تدريبيه قصيره وخفيفه ما فيهاش شي تداريب اللي قاصحين باش اللعابه يحيدوا العياء. وكما شفنا فان اللاعبين ديال المنتخب الوطني فرحانين والطاقم التقني حتى هو فرحان، وكانوا حضور ديال العائلات ديال اللعابه حتى هما في التدريب ديال المنتخب الوطني المغربي. كما شفنا البارح اللعابه ديال المنتخب الوطني قاموا داروا واحد المباراة اللي كبيرة، تنقولوا مباراة ديال الرجال، اللعابة اللي قاتلوا فيها وشنا روح الندية اللي داروا اللعابة. واخا المنتخب البلجيكي ضغط على المنتخب ديالنا في الشوط الاول، ولكن المنتخب ديالنا تدارك الموقف وهجم عليهم في الشوط الثاني. وبعد التغييرات اللي دار وليد الركراكي كانت تغييرات جيده، وما غاديش نقولوا بلا ان على اللعابه اللي دخلوا هما اللي قاموا هما اللي داروا مباراة كبيرة، حتى اللعابة اللي بداوا المباراة. وتنشكروا جميع اللعابة كاملين من كبيرهم إلى صغيرهم، وتنشكروا وليد الركراكي والطاقم التقني، وتنشكروا الجمهور المغربي اللي حضر في التيران وساند المنتخب المغربي وكان عنده واحد الدور كبير بزاف. وتنشكروا الجمهور العربي اللي ساند المنتخب الوطني المغربي، وتنتمناو الخير للسعودية وتونس والفروق ديال القاره السمراء عامه والعرب خاصه. وكما قلت لكم الى بغيتوا تطالعوا على مستجدات المنتخب الوطني المغربي ما تنساوش الاشتراك في القناه وشكرا.